يا مساء الفل يا وحوش. النهاردة معانا خناقة من نوع خاص. السامسونج A17 نزل السوق وبدأ يفرض اسمه، بس هل يقدر يصمد قدام الدبابة الانفينكس هوت 60 برو؟ النهاردة هنشوف مين اللي بيديك قيمة حقيقية لفلوسك ومين بيبيعلك الاسم بس. يلا بينا نبدأ بالتصميم. سامسونج A17 جاي بوزن 190 جرام وسمك 7.5 ملم. أما الانفينكس فبيعمل أعجاز، شاشة أكبر 6.78 بوصة ومع ذلك وزنه أخف 170 جرام والسمك خرافي 6.6 ملم. الموبايل ده ورقة في إيدك. شاشة سامسونج A17 نزيهة جدا، ألوان سوبر أموليد مشبعة وراقية تخلي عينك تستمتع بكل لقطة. شاشة برنس في نفسها. أما انفينكس فبتركز على السلاسة بشاشة 144 هرتز ودقة 1.5K. سامسونج للفرجة وانفينكس للسرعة. نيجي بقى لقلب الموبايل، الأداء. سامسونج هنا بتعتمد على الهيليو G99. المعالج ده حمال آسية ومع واجهة One UI بيدي أداء ناعم جدا. وهنا التركاية، سوفت وير سامسونج هو الأكثر استقراراً، تحديثات بتوصلك لسنين وأمان عالي جدا والواجهة نظيفة ومفهومش غلطة. أما انفينكس فبتيجي بمعالجها الهيليو 200، والحقيقة الفرق في الأداء بين الجهازين بسيط جدا. انفينكس واجهتها الإكس أو إس بعد أخف وأسرع بكتير من زمان وبتقدم مميزات تخص الجيمنج أكتر، بس لسه سامسونج ليها اليد العليا في النضج ودعم التحديثات لفترة أطول. يعني لو عايز سوفت وير يعيش ويبقى مضمون سامسونج تكسب، ولو عايز سوفت وير مليان حركات واختصارات جيمنج انفينكس معاك. وقبل ما نكمل ونعرف مين صوته أعلى، لو عجبت التفاصيل دي وعايزنا نكبر ونكمل، انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، دعمكم هو اللي بيخلينا نستمر. يلا بينا نيجي بقى للي بيشغل كل ده، البطارية. سامسونج بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير مع سرعة شحن 25 واط فقط، وطبعا الشاحن مش موجود في العلبة، يعني هتقعد جنبه حبة حلوين عشان يشحن. أما انفينكس فكسرت القاعدة، بطارية أكبر بسعة 5160 ملي أمبير في أنحف جسم موبايل، ومعها شاحن طيارة 45 واط موجود جوه العلبة، يعني شحن أسرع بكتير وراحة بال وتوفير في الفلوس. في الصوت انفينكس بتقدم تجربة ستيريو مجسمة وسماعتين، بس برضه ما تحطش نفسك مع الانفينكس عشان صوته مش عالي. أما سامسونج A17 للأسف صوته مونو، سماعة واحدة تحت. في الكاميرات سامسونج بتكسب في معالجة ألوان البشرة الطبيعية وصورها نزيهة وجاهزة للسوشيال ميديا فوراً. انفينكس بتديك تفاصيل أكتر وتصوير فيديو 2K. الذاكرة في سامسونج فيها 3 نسخ، 128/4، 128/6، 256/8. بس افتكر إن مكان الشريحة في سامسونج هايبريد، يعني شريحتين يا شريحة وميموري. انفينكس بتديك مرونة أكبر في النقطة دي. ألوان سامسونج كلاسيك، الرمادي، الأسود والأزرق. ألوان انفينكس طرقعة، البرتقاني، الأخضر، البينك، الأزرق، الفضي والأسود. في النهاية تشتري مين؟ عايز موبايل يعيش سنين، سوفت وير مستقر، شاشة نزيهة واسم براند تقيل؟ هات السامسونج A17. عايز أخف وأنحف موبايل، صوت ستيريو وشاشة سريعة جدا؟ يبقى الانفينكس هوت 60 برو هو ملك القيمة. مستني رأيكم في الكومنتات، تختاروا النزاهة والاستقرار ولا القيمة والسرعة؟ وما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان نعرف نكمل ونقدم لكم كل جديد. سلام.